فباشا كل المقدمه دي بقى ليه؟ لان انا عايز اقول لك على حاجه مهمه قوي. انا عايزك تنام كل يوم وانت كسبان الجوله. هي مش الحياه صعبه والدنيا خلاص خرا، يعني مش كل حاجه يا باشا زفت وطين ورهرات وخرا. نام كسبان الجوله. يعني ايه تنام كسبان الجوله؟ يعني انا قدامي لما بصحى من النوم عندي عقليه كده اللي هو ايه، انا النهارده داخل جولات مصارعه. جولات المصارعه دي اول حاجه كده مع كورس المونتاج اللي انا بدرسه، لان في كورس 3 دي فاهم، فاللي هو بلندر فحاجه كده يعني عاليه بدرس. انا في جوله مش هينفع انام النهارده غير وانا كسبانها في جوله مصارعه. فجوله المصارعه دي مع الكورس، فانا هقوم هذاكر الكورس الساعه. في جوله هخشها مع الجيم، لازم اروح الجيم، هروح الجيم حتى وانا تعبان حتى وانا مكتئب. في جوله ان انا في واحده زباله في حياتي مأثره عليا بالسلب ومطلعه ميتيني، فانا مش عايز اكلمها مع انها من جواها هموت واكلمها، بس ما ينفعش اكلمها لان اللحظه اللي انا هكلمها فيها انا هقل من نفسي ومش هوصل للي انا عايزه لما انا اكلمها. يعني ما تفتكرش مثلا ان انت لما تكلمها مثلا اللي هو ايه، لا هتحبك وتقول عليك كويس ومتمسك بيها، لا مش هيقل، قيمتك هتقل خالص. ما تكلمهاش، مش هكلمها. في جوله ان انا اخش مع نفسي ان البني ادم ده خلاص ما بقيش عايزني، فانا كمان مش عاوزه، فاهم اللي هو طبق القاعده في خلاص انا كمان مش عاوزه، انا كمان هظبط نفسي هموت واكلمه مش هكلمها. خش جوله مع نفسك ان انت مش هتكلم الشخص ده. خش جوله مع نفسك ان انت مش هتكلمي الواد ده، لان الواد ده اصلا بيلف وبيدور وبيخون وبيع وبصي وماسك بنات كتير ازياء. خش جوله مع نفسك اللي هو خلاص انا مش هكلمه خلاص، ده مش كويس ليا، انا لو استمريت فيه هضيع. نام كل يوم كده وانت كسبان الجوله. نام كل يوم كده وانت حاطط في دماغك انا لازم اكسب كل الجولات اللي انا عاملها في حياتي. ويبقى عندك لستة كده، يبقى عندك لستة، انت عارف انت هتصارع مين، عارف انت عايز توصل لايه، عارف انت عايز تحط ده. الكلام ده بديهي، انا مش هحكي في الكلام البديهي. احنا هنا في القناه دي هنتكلم عن الحاجات اللي هي مش بديهيه. نام كسبان الجوله، تحط في دماغك. وعلى فكره هنتكلم بقى بشكل اعمق وبشكل نفسي اكتر بكتير الحلقات الجايه، بس انا عايزك تحط في دماغك كده، لا انا كل يوم مش هحط دماغي على المخده غير وانا كسبان الجوله. بنزل مع اصحابي، في منهم 3-4 بحبهم وبحب قعدتهم، بس ال3-4 دول ساعات بيرموا افيهات وحشه. الافيهات دي بتضايقني وبتخنقني وبفضل افكر فيها لما اروح. خش واكسب الجوله، خش ضدهم واكسب الجوله، طلع ميتين. يعني فاهم لو اي حد هيتكلم معايا هزعله، هجل منه، همسح بكرامته البلاط. اي حد هيقول لي اي كلمه انا مش هتكسف اضايقه، انا هضايقه. يعني فاهم، اي حد من عيلتك بيضايقك بيتنمر عليك بالكلام مش عارف كبير صغير ايا كان ايه هو، زعله. احنا بنحترم الكبير، بس الكبير برضه لازم يحترم الصغير. وانا مش معنى كده انا بقول لك احترم الكبير، لا، انت ممكن اللهجه اللي انت بتوجه بيها الكلام لاصحابك غير اللهجه اللي بتوجه بيها لاهلك، عشان ما الاقيش حد في الكومنتات بيكتب الكلام ده. خلاص انت حد عايز اهله يهنوه يذلوه هو حر، فاهم، يتربى جواه امراض نفسيه بالعبط ويبقى قاعد معاهم مش مرتاح ويبقى هلهوله، يا عم هو حر. الناس اللي بتكتب كده في الكومنتات يا عم انت حر، انت عايز تبقى هلهوله انت حر. انا بكلم الناس بقى اللي عندها وعي، اللي هو انا مش قابل اكون هلهوله، انا مش قابل ان عمي يهزر معايا الهزار ده. خد عمك على جنب، يا عمي انا كذا كذا بيضايقني والله، عمك عمل الموقف ده تاني، قول له يا عم انا مش هقعد معاك. يعني فاهم، يعني انا بكلمه كده بادب. عارف اللي هو ايه، التنشنه بطريقه الكلام بطريقه اللفظ بطريقه التفاعل دي هتقويك، دي مش هتخليك هلهوله، دي مش هتخليك وانت قاعد مع نفسك عندك امراض نفسيه انت في غنى عنها، دي مش هتخلي عندك النقص اللي بيخليك لما واحده تخش تسنبن عليك عشان خاطر تستفيد منك في خروجات وفلوس ومش عارف ايه انت تزعل. وللاسف البنات في بلدنا ايه اللي هو ايه، بيجروا وراهم سنبات كتير قوي. يعني يا ريت كل الشباب زينا يا شباب وعندهم عقليه دي. لا، البنت لما تعمل اكونت حتى لو البنت دي فاهم شبه الليفه المحروقه، يعني انا بتكلم عادي، انا واخد راحتي يا شباب. شباب اللي تبص رح تلاقي فيه 500 واحد دخلوا كلموها وبعتوا له على الخاص، كبار وصغيرين ورجاله وعواجيز وبتاع انا عارف اقول لك ايه، انا زمان والله العظيم انا واد عمي كنا بنعمل اكونتات بنات فيك كنا بنعمل اكونتات بنات فيك في رمضان. يعني لما كنا صغيرين خالص كنا مثلا في 5 ابتدائي كنا بنعملها على فيسبوك، كنت تبص رح تلاقي الفيسبوك ده ضرب، يعني فاهم اللي هو ال 5000 طلب صداقه، فاهم اللي هو الدنيا وسعت، فاهم. فكان واد عمي كان يعمل اكونتات كده كتير ومش عارف ايه عشان خاطر بيجيب منها لايكات لصور ويفضل يشير. فكان يعمل اكونت البنت ده كنت اشوفه معاه كده ونقعد نضحك ونهزر ونشوف الشتات اللي مبعوته، واساسا احنا مش حاطين صوره بنت اصلا، احنا كاتبين اسم بنت بس، فاهم، الاكونت معمول باسم بنت بس. فانا عايز اقول لك ما زال لحد يومنا ده اللي بيحصل. اي بنت مشهوره على السوشيال ميديا 90% منهم فاضيين فارغين، نو محتوى نو اي حاجه، جاست ان هم بنات. يعني في بنات محتوى اللي هو ايه، جيت ريدي جيت زفت، مش عايزين نقول الفاظ بقى. انا مش عايز في اول فيديو كده اسكع الدنيا خالص، عايز اهدي الريتم. بس انا يعني عارف اللي هو ايه، انا جايب اخري. فتلاقي البنات اللي جيت خرا وزمي، يلا بص انا محتوايا ان انا بلبس لبس
فايه رايكم يا بنات؟ والبنات التانية بقى نفسها تبقى زيها، وبعد كده تلاقي الدنيا خربت وبيشتغلوا في محلات تحت بير يعني البنات عشان تبدا دلوقتي تشتغل في محلات تحت بير السن، تروح تتصور ومش عارف ايه، وحتى ناس قصص كبيره كده نبقى نحكي فيها بعدين. اخر حاجه بس كده عايزين نتكلم عليها كده النهارده، عشان حاسس ان انا طولت قوي، وانا مش حابب ان انا اطول. عايزك تركز كويس قوي على اللي ليك سيطره عليه واللي مالكش سيطره عليه. اللي ليك سيطره عليه ده عايزك بص ما تنامش غير وانت كسبان الجوله. يعني انت ليك سيطره على جسمك، على عضلاتك، ليك سيطره على الاكل اللي انت بتدخله في بقك، ونتيجه للاكل اللي انت بتدخله في بقك، وارجع للفيديو الاخير بتاع الجسم اللي انا عامله، الاكل اللي انت بتدخله في بقك ده هو اللي هيحسن جسمك. ليك سيطره على الاكل اللي انت بتاكله يا باشا، في اكل قدامك كده انت ليك سيطره على انك انت تدخل في بقك الاكل ده. فاختار الاكلات المعينه اللي انت يوم ما تدخلها في بقك تحسن من جسمك اكتر. ركز على ليك سيطره عليه. انت ليك سيطره على انك انت تقوم تدرس الكورس، ليك سيطره على انك انت ما تكلمش البنت الفلانيه، ليك سيطره على انك انت ما تتعامليش مع الولد الفلاني لان هو طلع شمال وطلع زباله وطلع ضايع، ليك سيطره على انك انت ما تقعدش مع اصحابك، انت بطلت تشرب سجاير فانت مش عايز تقعد معاهم وهم بيشربوا سجاير. ليك سيطره على كل ده. ركز على ليك سيطره عليه وسيب اللي مالكش سيطره عليه. انت مالكش سيطره على قلبك، انت حبيت واحده شمال، خلاص بص مالكش سيطره عليه، خلاص سيبه يحبها كده، بس مش هتكلم، مش هخش اشوف استورياتك، مش هخش اشوف ما تندركش، فاهم؟ ركز على اللي ليك سيطره عليه وفكك خالص مالكش سيطره عليه. حط في دماغك كده ايه اللي انا ليا سيطره عليه؟ ليا سيطره على جسمي، على فلوسي، على شغلي، على حياتي، على ثقافتي، على وعيي. خلاص انا حطيتهم، خلاص اتعاملت معاهم ان هم جولات مصارعه، جولات. فانا قايم النهارده الصبح ورايا 4 جولات. الجوله الاولانيه ان انا اخلص فيديو يوتيوب، الجوله الثانيه ان انا اخلص الكورس، الجوله الثالثه ان انا اخلص الجيم، الجوله الرابعه مثلا ان انا اقرا كام كتاب او اقرا كام حاجه، الجوله الخامسه ان انا اخلص صلواتي وفروضي ودنيتي. خش الجولات دي كلها واكسبها، ودول اللي انت ليك سيطره عليهم. لما تركز على الحاجات اللي انت ليك سيطره عليها، صدقني الحاجات اللي انت مالكش سيطره عليها هتجيلك خضعه وهتقول لك شوف انت عايز تمشيني ازاي. لما توصل لمكانه معينه وقوه معينه، صدقني البنت اللي انت تعبان بسببها دي هي هتجيلك وتقول لك يعني انت عايزني ازاي؟ ايه اللي يرضيك؟ عشان هم فعلا بيروحوا يعني بيروحوا مع ناس تانية يعملوا لهم كده. يعني هم بيروحوا مع ناس تانية، اللي بيرفضوا يعملوه معاك بيروحوا يعملوه مع ناس تانية. الراجل اللي بيرفض يعمل علشان خاطرك حاجه، هو بيروح يتذلل لواحده تانية ويروح يسف لها التراب وبيروح لاهلها البيت وبيروح يخطبها وبيبقى شمال معاكي عشان يجيبها لك على بلاطه. يعني هو اللي انت عايزاه يعمله معاكي هو بيعمله مع ناس تانية. بس بيعملوا مع ناس تانية ليه؟ الناس التانية دي علت من قيمتها، الناس التانية دي قالت لا، الناس التانية دي صبرت على الشهوة اللي جواها وشهوة ان هم تكلموا، وقالت خلاص انا مش هكلمه وخلاص يغور في داهية يولع. فهماني؟ فاللي هو حطوا في دماغكم كده يا رجالة، وحطوا في دماغكم كده يا شباب بشكل عام، ننام كسبانين الجولة.